بسم الله الرحمن الرحيم. قافلة الهدى الدعوية تقدم وقفة عجيبة، وقفة محب أعطر بها مسامعكم يا عباد الله، فاسمعوها. هي وقفة عجيبة ذكرها من؟ ذكرها الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله. يقول: لذلك الشاب الذي يعرفه معرضا عن مولاه غافلا لا تاب وجده في المسجد يصلي، سبحان ربي العظيم. هذا الإنسان عاق لوالديه تارك للصلاة، الآن يركع للواحد الديان وقد خاض في لجج المعاصي والعصيان، فسلم عليه واحتضنه: فلان نعم تبت إلى الله؟ قال: والحمد لله. قال: مبارك، كيف التوبة؟ ما أسبابها؟ قال: يا شيخ إن سبب التوبة شيخ وعظنا في مرقص. شيخ وعظنا في مرقص. تعجب الشيخ علي رحمه الله: شيخ يعظكم في مرقص؟ قال: نعم. أخبرني. قال: في حينا ومنطقتنا التي نسكن فيها كان هناك إمام لأحد المساجد كبير في السن، لا يخالط الناس، لا يذهب من مسجده إلى بيته ومن بيته إلى مسجده. يقول: في يوم من الأيام التفت إلى الناس فقال: أين المصلون؟ أين المسلمون؟ وأين الشباب منهم؟ خلا منهم المسجد، أين ذهبوا؟ أين ذهبوا شبابنا؟ أين ذهبوا أبناؤنا؟ فقالوا: يا شيخ إن الشباب انشغلوا بأماكن الملاهي وانشغلوا بالمراقص. فقال الشيخ: وما هي المراقص؟ قالوا: يا شيخ المرقص دكة، مسرح، يصعد عليه الفتيات والفتيان يرقصون عراه أو شبه عراه. فتفاجأ ذلك الشيخ الذي ما خالط الناس من مسجده إلى بيته فقال: عراه وأمام الناس ويرقصون؟ قال: نعم. قال: من أبناء المسلمين؟ قالوا: من المسلمين. قال: وأنتم ماذا فعلتم؟ هل ذهبتم إليهم؟ سكت الناس. فقال: قوموا بنا. قالوا: إلى أين؟ قالوا: إلى أولئك الناس نقوم بنصحهم، ننصحهم، نذكرهم. فقالوا الناس: يا شيخ أين أنت؟ في أي زمان أنت تذهب إلى ناس تنصحهم في المرقص؟ قال: نعم ننصحهم في المرقص. قالوا: سوف يسبونك، سوف يؤذونك، يشتمونك وقد يضربونك. فقال لهم وصرخ بها: وهل نحن خير من محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل نحن خير من محمد عليه الصلاة والسلام؟ سبوه، شتموه، ضربوه، وضعوا سل الجزور على ظهره، بل شجوا وجهه، سالت دماؤه عليه الصلاة والسلام، وهو خير البرية وهادي البشرية. لا بد أن نذهب إليهم. ثم ذهب فقام معه بعض الناس فذهبوا إلى ذلك المرقص. فلما أتى إلى باب المرقص فإذا بالحرس على تلك الأبواب منعوه من الدخول، استدعوا صاحب المرقص فنظر إلى ذلك الشيخ الوقور: ماذا تريد؟ فقال له الشيخ: أريد أن أدخل فأنصح الناس. طبعا رفض صاحب المرقص، سوف يفسد عليه. أولئك الناس في نظره الذين هم مصدر رزقه ومصدر دخله. فما زال ذلك الشيخ يجادله ويفاوضه حتى أنه دفع له أكثر من الدخل اليومي للمرقص. فوافق الرجل، لكن قال: ليس اليوم، غدا. وفي اليوم التالي الناس ينتظرون أن ترفع الأستار لينظرون إلى ما تعودوا أن يشاهدوه من العاريات والعراه. فرفع الستار فإذا بهم بشيخ وقور يجلس على كرسي على تلك الدكة ولا ذلك المرقص. فظن الناس أن هذه فقرة فكاهية، رجل يستهزئ بأهل الدين والصلاح. فلما رفعت الأستار أخذ ذلك الشيخ يتحدث، بدأ بحمد الله والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم بدأ يقرأ كلام الرحيم الرحمن. فلما نظروا وتأكدوا أنهم أمام شخص يذكرهم أخذوا يستهزئون، أخذوا يضحكون، والشيخ مستمر لا يتوقف. يقول ذلك الشاب، وكان من ضمن الذين كانوا يجلسون في ذلك المكان، يقول: فقام رجل له مكانه له وجاهه فصمت الناس، قال: اصمتوا حتى نسمع ماذا يقول. فسكت الناس رهبة من ذلك الرجل، فأخذوا يستمعون لكلام ذلك الشيخ. فيقول الشاب: سمعنا كلاما ما سمعناه من قبل، سمعنا كلاما غير منا ما كان في قلوبنا، كلمنا عن المولى عز وجل،
تلا كلام الله وحديث رسول الله، تكلم عن الموت، تكلم عن التوبة، تكلم عن القبر، تكلم عن أهوال يوم القيامة، تكلم عن الجنة، تكلم عن النار، كلاما عجيبا زلزل فيه القلوب. يقول ثم خرج من المرقص، وأكثر الناس خرجوا من المرقص تائبين عائدين إلى الله. يقول والله حتى صاحب المرقص تاب وأناب إلى المولى عز وجل.